كاين حاجة أخطر من العياط والبكا، وأخطر من العراق والمدابزة، وأخطر حتى من الإهانة، هي السكوت. المرأة اللي تسكت بزاف ما راهيش قوية، راهي تموت شوية بشوية. السلام عليكم الحباب، كي راكم؟ ان شاء الله راكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب، ومرحبا بكم في فيديو جديد. ما تنسونيش بالاشتراك في القناة ولايك الفيديو والمشاركة مع الأصدقاء والأحباب. اليوم راح نهضر لك على السكوت اللي يقتل الزواج بلا طلاق، بلا فضائح، بلا صوت. ندخل في الموضوع تاعنا. كيفاش يبدا السكوت؟ يعني العلامات تاعها كيفاش يبدا السكوت. المرأة ما توليش ساكتة فجأة، من سابع المستحيلات. السكوت يبان كي تبداي تقولي بلي ماشي وقتها، نخاف نغلط، نخاف نكبر المشكلة، وتسكتي مرة مرتين، ومن بعد السكوت شي يولي عادة عندك، وهو أخطر قرار درتيه بلا ما تحسي. فهمتوا عليا خواتاتي؟ هادو هما علامات السكوت. ودروك علاش المرأة تخاف تهدر؟ دروك نروحوا لهاد العلامة. علاش المرأة تخاف تهدر؟ المرأة تسكت علاش؟ خايفة تخسر راجلها، خايفة يقولوا لها درامية، خايفة من كلمة خرابة البيوت، خايفة من أهل الزوج، خايفة تكون هي الغلطانة وتنسى حاجة واحدة اللي هي روحها ونفسها اللي عزيزة عليها. صحيح خواتاتي؟ فهمتوا عليا؟ هنا باش نوعيكم. لو كان تدخلوا في الواقع تاعنا، كاين امرأة راجلها يغلط وهي تقول ما نحابش المشاكل، كاين ولا ما كاش؟ تسكت غير باش ما تجيبش الصداع لراسها ولا المشاكل. وكاينه واحده اخرى تتجرح بكلمه وتضحك باش ما تبانش ضعيفه، يعني تبدل يعني الخوف تاعها والضعف تاعها يعني والسكوت تاعها بالضحك. شفتوا وين وصلنا؟ وكاينه واحده عندها 1000 حاجه في قلبها، بصح تقول خليها على ربي. بصح ربي ما قالش سكتي، قال ما تظلميش روحك، نفسك اولا، لانه علاش؟ نفسك تحاسبك يوم القيامه، نفسك عزيزه حبيباتي، تهلاو لي فيها وتهلاو في رواحكم. دروك ندخلوا واش راح يصرى كي يطول السكوت. اخدش علاه؟ فهمنا دروك السكوت شهواله. دروك مين يطول شا راح يصير؟ القلب يتوجع، الحب يبرد بيناتكم، الحب يبرد، الاحترام ينقص، والمرأة تولي باردة. كاين اللي مرة تولي باردة بصح ما تعرفش روحها علاه، الحب يبرد وما تعرفش روحها علاه، احترام ما كاش ماشي عارفة علاه، القلب موجوع ماشي عارفة علاه، وانتي تقولي ما يهمنيش. فهمتوني؟ هذه أخطر مرحلة توصل لها. خدش علاه؟ لأنه الزواج هنا راه مات بلا جنازة، قتلتيه الزواج، قتلتيه بالسكوت تاعك صاي وبالصبر تاعك. تقولي نصبر ونسكت، لا حبيباتي لا. دروك راح نعلمكم ونفهمكم شو هو الفرق بين الصبر والسكوت، هكا باش تعرفوا وانتوما وراكم يعني الفرق ما بين الصبر والسكوت. صاي خواتاتي؟ شوف، الصبر شهواله، الصبر فيه كرامه، فيه حدود، فيه وعي. السكوت فيه خوف، فيه كبت تردي لقلبك، كنهار وانتي راده لقلبك وساكته. صحيح؟ وفيه تدمير ذاتي، يعني تدمري نفسك، يعني تدمري يعني النفسيه تاعك، تدمريها نفسيا، يعني تكسريها بلا ما تحسي. صحيح خواتاتي؟ ما كل سكوت حكمه وما كل صبر فضيله. كاين ولا ما كاش خواتاتي؟ فهمتوا عليا خواتاتي؟ وان شاء الله اللي وصلت معايا لهذه المرحله ما تنسانيش باللايك الفيديو، اشتراك في القناه والمشاركه مع الاصدقاء والاحباب باش العائله تاعنا تكبر ونتوعاو كامل. يلا
دروك راح نفهمكم كيفاش تهضري بلا ما تدمري زواجك. يعني هنا راح نعطيك الحلول. هضرنا على السكوت والاسباب، وهضرنا على الصبر، الفرق ما بين الصبر والسكوت. دروك راح نعطيكم الحلول. راني دائما معاكم خطوه بخطوه، يعني باش تكونوا ناجحين في حياتكم، يعني تكونوا ايجابيين في حياتكم، ويعني بتكونوا واعيات. صحيح خواتاتي؟ يلا نروحوا للحلول. الحل الاول، يعني كيفاش تهضري بلا ما تدمري زواجك، يعني تخرجي بنتيجة إيجابية ويكون زواجك مثالي وناجح. أول شيء، اختاري الوقت. ما تهضريش وانتي معصبة، هضري وانتي هادئة، يعني كالم. اختاري الوقت اللي تهضري فيه باش يكون تخرجي يعني بنتيجة من الحوار. صحيح خواتاتي؟ تاني شيء، هضري على شعورك ماشي على الاتهام. بمعنى قولي انا نحس، ماشي انت الداير والعامل راكي فاهمه. ملي تدخلي النقاش مع الزوج تاعك هضري على الشعور تاعك، ما تتهميش ما تتهميش كما نقولوا اهل الزوج ولا زوجك ولا فلانه ولا فلتانك، وفاهمين. هضري انت على واش راكي تحسي، فهمتي؟ هضري على الاحساس تاعك المباشر، مباشره مع زوجك. ما تهضريش على انت الداير وانت تتهميه. صحيح؟ ما غاديش تخرجي يعني بنتيجه من الحوار معاه. صحيح؟ ما تتجمعيش كلش مره واحده. ثالثا، ما تتجمعيش كلش مره واحده، خاطش علاه المشكله واحده الا قالها حل واحد. ماشي تحطي كاع المشاكل ما تلقاينهم في رحبه وما تصيبيش من بعد الحل. صحيح خواتاتي؟ رابع شيء وهي اخر خطوه، الحدود. حطي حدود بصح ماشي بوقاحه. يعني كي ديري حدود، ديري الحدود باحترام، لان الحدود تساوي يعني احترام النفس. صحيح خواتاتي؟ هنايا كي نحطوا الحدود، يعني كي تكوني تناقشي لازم دائما تكوني هادئه وتكون تحطي الحدود، يعني كما نقولوا مش بادب ماشي بوقاحه. صحيح خواتاتي؟ خاطش علاه اللي ما يحترمش حدودك ما راحش يحترمك. هذه قاعده. صحيح خواتاتي؟ ان شاء الله تكونوا توعيتوا معايا. يلا وشوف، كاين حاجه واحده ما تحبش تسمعها المراه، غادي ندخل لكم فيها. الرساله اللي ما تحبش المراه تسمعها شايره. اذا راكي ساكته، نقولها لك، راكي ساكته، راجلك يتعود والناس تتجرأ عليك وانتي تخسري روحك. السكوت ما يربيش، السكوت يعلم الناس كيفاش يدوسوك، كيفاش يعفسوا عليك. صحيح خواتاتي؟ خاش الاغلبيه تاع النساء يعني ما يحبوش يسمعوا هاد الهضره. ان شاء الله هنايا قلت لكم كامل باش تتوعاو معايا. ونحب نقول لكم كلمه اخيره. كاين نساء ما طلقوش بصح ما عاشوش. كاين زوجات واقفه بصح ميته من الداخل. لو راكي ساكته بزاف، توقفي اليوم ماشي غدوه. هضري بهدوء، بكرامه، بصوتك، قبل ما يقتلك السكوت وانتي مازال حيه. اذا حسيتوا روحكم في هذا الكلام ما راكيش وحدك، ديروا لي لايك وخلوا الفيديو يوصل لامرأة راهي ساكتة وموجوعة، واكتبوا لي في التعليقات حبيباتي، هل السكوت يقتل الزواج؟